بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا الرمضاني اليومي مع شرح كتاب الأربعين النووية. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أيام هذا الشهر ولياليه، وأن يعيننا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا جميعا وآباءنا وأمهاتنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أحبتي، فلا زلنا في رحاب هذه الأحاديث الشريفة التي أوردها الإمام النووي في هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 19، حيث يقول رحمه الله تعالى: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قواعد مهمة لا بد لكل مسلم أن يعلمها وأن يؤمن بها، أن يعتقدها، أن يكون الحكم في قلبه وفي نفسه جازما بها. يعلم ابن عباس بأحسن طريقة، حيث يلفت انتباهه. أولا، ابن عباس كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هنا تهيأ ابن عباس لتلقي هذه الكلمات العظيمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: احفظ الله يحفظك. فكيف يحفظ الإنسان ربه؟ يحفظه بحفظ حدوده وحقوقه. يحفظ الحدود فلا يتجاوزها ولا يتعداها، ويحفظ الحقوق والواجبات فيؤديها. عندئذ يكون قد حفظ الله تعالى، والجزاء من جنس العمل. يحفظه الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. هذا كقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وكقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل. يحفظ الله هذا المؤمن إذا حفظه، يحفظ دينه ويحفظ دنياه. يحفظك الرب تبارك وتعالى إذا حفظت أوامره، إذا حفظت حدوده وحقوقه. يحفظك بحفظ دينك وحفظ دنياك وحفظك في نفسك وفي أهلك ومالك وولدك. احفظ الله تجده تجاهك. الرب عز وجل يقبل عليك برحمته وكرمه وجوده وإنعامه إذا حفظته. وإذا سألت فلا تسل غيره. دائما لا تنزل حاجاتك إلا بالله عز وجل. لا تسأل فلانا
ولا علانا. لا تسأل من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. اسأل الله عز وجل، فعنده خزائن السماوات والأرض، يجيب دعوة من دعاه، وعد ووعده صدق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسأل الله عز وجل، أنزل حاجاتك به، واستعن به وحده، فهو وحده المعين. ودعك من غيره، فغيره مخلوق كما أنك مخلوق. أما هو فهو الرب الخالق الذي يتصرف كيفما يشاء، والذي يعطي السائلين ويجيب الداعين سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعن بالله وحده ولا تعجز. واعلم أن الأمة لو اجتمع الأولون والآخرون، لو اجتمع الكبير والصغير، والغني والفقير، والعظيم والحقير، لو اجتمع الإنس والجن، لو اجتمع ما سوى الله على أن ينفعوك بشيء، لا سبيل إلى ذلك إلا بما قدر الله عز وجل، إلا بما قدره الله لك وكتبه سبحانه وتعالى عنده. لن ينفعوك إلا ضمن قدر الله عز وجل وتقديره. ولو اجتمع الجميع على أن يضروك بشيء لن يضروك، ولن يتمكنوا من ذلك بقليل ولا بكثير إلا بما قدر الله تعالى عليك. الله عز وجل قدر الأشياء كلها وانتهى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي تم الفراغ من كتابة المقادير كلها في اللوح المحفوظ. لن يتغير ولن يتبدل شيء بعد ذلك. وفي الرواية الأخرى يقول: احفظ الله تجده أمامك. الله عز وجل دائما يقبل على عباده المؤمنين. من تقرب إليه شبرا يتقرب الرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا يتقرب الرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي يأتيه هرولة سبحانه وتعالى. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت مطبقا لدينه، منفذا لأوامره، مجتنبا لنواهيه في الرخاء، إذا أصبت بشدة ومصيبة يتعرف عليك الرب عندئذ بكشف الكرب ورفع المصيبة. ولنا في خبر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة من أعلى الغار فسدت عليهم الباب، فتقربوا إلى الله عز وجل وسألوه بصالح أعمالهم التي كانوا يعملونها في الرخاء، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لنا فيهم أسوة وقدوة. لا بد من التعرف على الله في الرخاء، لا بد أن نكون وفق أوامره سبحانه وتعالى في الرخاء، وألا ننتظر المصيبة حتى تنزل لنقول يا رب لنلتجئ إليه. بل المؤمن في جميع أحواله مع الله، والله عز وجل يعرفه عناية ورعاية في شدته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كل شيء قدره الله عز وجل. ما كان لك لن يذهب إلى غيرك، وما كان لغيرك لن يصلك ولن يأتيك. لو كنت تمشي في طريق وقد أخذت بالأسباب حذرا من خطر حتى لا يصيبك، قليلا كان أو كثيرا، ثم أصابك بعد أن كنت حذرا منه، فهذا بتقدير الله عز وجل. إنما هو لك، لن يتعداك إلى غيرك، وهكذا. واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر على ما ينزل من بلاء، يأتي معه النصر
والكرب إذا اشتد فهذا إذن بالفرج، والعسر طريق إلى اليسر، إن مع العسر يسرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس هذه الكلمات، لكن والله يحتاجها كل مسلم في جميع مراحل حياته، في طفولته وشبابه وكهولته وشيخوخته. نحتاجها ألا تغادر قلوبنا، وألا تغادر عقولنا لحظة من اللحظات. والإيمان بالقدر أصل أصيل من أصول الإيمان، لا يقبل إيمان بغيره. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين الصادقين، وأن يكتبنا عنده من المرضيين، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.